السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم عندي في القناة. اليوم ان شاء الله نحضر معكم ولا نتقاسم معكم عيد ميلاد ديال بنتي ليا اللي دارت عامين. درت ليها هاد لاطات، هاد لاطات كومونديتها من عند الباتيسري تونسي في المانيا، وقدمت ليها هاد الطبله ديال خسيس الاطفال الصغار. درت ليها العصير والاوريو والحلويات والمافين والذرة والحلوى. يعني هاد الطبلة خاصة للأطفال الصغار اللي غادي يحتفلوا معها في عيد الميلاد ديالها، وهذه هي الطبلة اللي قدمت ليها. Happy birthday liebe Leia, Happy birthday to you. وهنا غادي نقدم لكم البوفيه اللي حضرت للضيوف ديالي، اللي هو عباره عن افخاذ الدجاج مشرملين وطايبين على الطريقه المغربيه. وحضرت لهم تاني واحد الوصفه او وجبه تركيه، اللي هي عباره عن الكفته مع الخضره البطاطا والفلفله والدنجال. وحضرت لهم الرز التركي، وهذه السلطه ديال المقرونيه واللي بيتزا والسلطه. مهم نقدم لكم كيفاش قدمت لهم هذا البوفيه هذا. المهم كيف كتشوفوا معايا هنا حضرت لهم واحد السلطه اللي هي مع الطوماطيش والخيار والبصله، وهنا المقرونيه واللي بيتزا، وهنا الرز التركي اللي سبق لي حضرته معكم في فيديو سابق كما قلت لكم. وحتى هذه الوصفه هذه سبق لي حضرتها معكم في فيديو سابق. هي عباره عن كما قلت لكم الكفته مع الخضره. وهنا افخاذ الدجاج اللي غادي نتقاسم معكم طريقه التحضير ديالهم اللي تيجي رائعين جدا صراحه وبنان بزاف. هنا عندي افخاذ الدجاج 5 كيلو ديال افخاذ الدجاج اللي نقيتهم من قبل بالخيار بالليمون عفوا بالليمون والملحه والخل. وهنا غادي نجيب واحد 6 ديال البصلات اللي هما حكيتهم، وغادي نزيد عليهم القزبور، وهنا معاه حكيت معاهم الثومه 6 ديال فصوص ديال الثوم. وهنا عندي الخرقوم، ندير ملعقه كبيره ديال الخرقوم، وغادي نزيد لهم سكينجبير ملعقه كبيره ديال سكينجبير. انا عندي كميه كبيره ديال افخاذ الدجاج كما قلت لكم 5 كيلو تبارك الله. وغادي نزيد هنايا الفلفل الاسود ولا الابزار، وغادي نزيد الملحه، وغادي نزيد عليهم غادي نزيد الملحه الكافيه اللي غادي يطيبوا فيه الافخاذ الدجاج ديالي. راهم ما ملحين ما حتى شي حاجه. عاد ملي قربت نطيبهم لقيتهم يعني باقي خاصهم شويه الملحه، وزدت لهم الملحه. وهنا غادي نزيد العطريه ديال الدجاج. هاد العطريه هذه جبتها من مراكش، زوينه بزاف ولذيذه صراحه. هاد المره مشيت للمغرب الناظور ما لقيتش عندهم هاد العطريه هذه. عندهم واحد عطريه ديال الدجاج واحده اخرى ما فيهاش البنه بحال هذه. مهم زدت هنايا الزعفران، وغادي نزيد هنايا ليمون مصير اللي سبق لي وحضرته معكم في فيديو سابق. عاوتاني راه غادي نطيب به دابا الدجاج ديالي، راه تيجي رائع جدا وبنين وحسن من اللي كيتشرى على براني، يعني احسن بزاف بزاف وتيجي ناجح كيف كتشوفوا معايا. راه خليته دابا من داك النهار اللي حضرت معكم داك الفيديو راه هو عندي خليته. المهم دابا جبته ودرت منه الوصفه. غادي نزيد الزيت، وغادي نزيد واحد الكاس ديال الماء ولا كاس كبير نص ديالو ديال الماء، باش هاد الشرموله هادي تنسجم مع بعضياتها، ما يبقاش ما تبقاش العطريه يعني هكا يعني لاصقه مع بعضياتها في هكا بوحده. المهم خاصني نشرم لهم مزيان. وصافي كنزيد الفخاد الدجاج اللي هما فلحتهم شويه بالموس ضروري باش تدخل فيهم الملحه ولا ديك العطريه مزيان. وصافي تخليهم يترقدوا من احسن ليله كامله. الا ما كانش عندكم الوقت ديروه واحد ساعه ونص هكاك، ولكن من الاحسن ليله كامله راه تجي فيهم ديك الشرموله زوينه بزاف. صافي ملي كتخليوها في الشرموله ديالها ملي كتبغيو طيبوهم ديروهم غير في اللاطه ديال الفران. ستفوا فيهم هاد الدجاج،
وطيبوهم على درجة حرارة 200 غراد من الفوق من التحت، ولا الفرفارة راه تيطيبوا يعني تيجيو رائعين جدا. ملي غيكونوا طايبين صافي حيدوا عليهم الالومنيوم وديروهم شويه باش يتحمروا من الفوق، صافي غيكونوا واجدين ويعني واعرين واعرين وبنات في المذاق. البنات غير جربوهم بهذه الطريقه هذه راه غيعجب لكم بزاف بزاف، جاو رائعين هايلين. صافي البنات كما قلت لكم غادي نخليهم انا ليله كامله، رقتهم انا ليله كامله يعني تيجي فيهم داك العطريه زوينه بزاف الصراحه. وما كتكونش حتى ديك الزفوريه ديال الدجاج ما كتكونش فيهم، يعني كيكونوا مشاربين داك التتبيله ديالهم مزيان. صافي غادي ندوز معكم باش نحضر معكم السلطه ديال المقرونيه اللي حضرتها للضيوف ديالي. هاد السلطه هذه يعني ايطاليه على الطريقه الايطاليه، وتجي حتى هي عاوتاني رائعه جدا. مهم غادي نخلي هنايا شويه في الفيديو ماشي مشكل. مهم البنات كما قلت لكم غادي ندوز نحضر معكم سلطه ديال المكرون. هنا درت البيستو وقطعت عليه الفلفله خضاريه ومعها شويه ديال الثومه، شويه ديال الثومه ماشي بزاف، واحد فصيص ولا نص فصيص صافي. وتزيدوا ليه زيت الزيتون وتزيدوا ليه شويه ديال هاد طوماطيش صغيره مقطعه يعني على 2 طراف. وكتزيدوا ليه تاني البالزاميكو. بالنسبه للبالزاميكو كتاخذوا اللي بغيتيو، يعني كاين في المحلات التجاريه في عديد ديال الاشكال والانواع ديال البالزاميك. انا خديت هذا، يعني هذا سائل بحال فيه المذاق ديال الليمون شويه ولكن ماشي بحالو مهم كيجي زوين. وهنا خديت البيستو، هذا البيستو ايطاليا عاوتاني فيها الفرماج والبالزاميك حتى هو تيجي تعطي المذاق واعر بزاف لهاد السلطه هذه البنات. جربوها ان شاء الله تعجب لكم. وهنا كيف شفتوا معايا قدمت لهم السلطه بهذا الشكل، هذه تجي رائعه جدا. وتاني قدمتها مع الاطباق الاخرين اللي هما تيجيو واعرين بزاف. بالنسبه لهاد لي بيتزا، هاد البيتزا اللي هي على شكل حلزون ولا البيتزا الاخرى العاديه صيباتهم الوسطي تيجيو هما رائعين جدا ولذاذ بزاف بزاف صراحه واعرين. وصافي غادي نكون وصلت معكم لاخر الفيديو. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش دائما تدعموني بلي لايك ديالكم وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده. وان شاء الله نتلاقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله. خليتكم على خير، مع السلامه.